عمرو، انا عشان انزل الجيم لازم امشي على نظام غذائي؟ بالتأكيد طبعا أيوه. ناس كتير بتهتم بالتمارين وأشكالها وقوتها وبتهمل حاجة مهمة جدا وهي نظامها الغذائي. لو أنت تارجتك تغيير شكل جسمك، رقم واحد هو نظامك الغذائي. التغذية بتدخل جسمك على مدار يومك وعلى مدار فترتك لممارسة الرياضة، لأنها بتتحكم بشكل أساسي في شكل جسمك بنسبة 80%. خلينا متفقين إن أي حاجة بتخش جسمك سواء أكل أو شرب اسمها سعرات حرارية، وباختصار نقدر نقسم السعرات ديت ل5 عناصر: كارب وبروتين وفيتامينز ومعادن ودهون صحيه. ال5 عناصر دول مهمين لجسمك، بس لازم يدخلوا جسمك بس بنسب معينه، وده عن طريق نظامك الغذائي الصحي، وده اللي يقدر يحدده المدرب على حسب هدفك وحالتك البدنيه. الدايت او النظام الغذائي مش حرمان او تقليل من كميات الاكل وخلاص، بكميات مناسبه لنشاطك اليومي سواء رياضي او غير رياضي او ايا كان نوع الرياضه اللي انت بتمارسها. فانت عشان تنزل الجيم ونظامك الغذائي فقير وتمرينك قوي، يبقى انت كده مش بتعمل حاجه، كل اللي بتبذله بيروح على الارض. تمرين بدون هدف او بدون وعي، انت كده هتوصل لطريق مسدود. الخلاصه من كلامي، لو انك هتمشي بطريقه عشوائيه في الاكل هتلاقي نتائج عشوائيه، فلازم عشان تلاقي نتيجه من تمرينك لازم الاول تظبط برنامجك الغذائي. فلو انت عايز جسمك في المظبوط دايما، خليك معايا.